تصريح خطير من فيرجيل فان دايك قبل مواجهة المغرب وهولندا يشعل الإعلام الهولندي. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من عشاق وداعمي المنتخب المغربي فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، واكتب في التعليقات ديما مغرب، فصوتك ودعمك مهمان لأسول الأطلس قبل هذه المواجهة المرتقبة. في الساعات الأخيرة سادت حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط الرياضية الهولندية بعد تأكد المواجهة المنتظرة بين المنتخب المغربي ومنتخب هولندا في دور 32 من كأس العالم 2026. الصحف الهولندية خصصت مساحات واسعة للحديث عن خطورة المنتخب المغربي، فيما وصف بعض المحللين المباراة بأنها واحدة من أصعب الاختبارات التي ستواجه الطواحين الهولندية في البطولة. وفي أول ظهور إعلامي له قبل المباراة، تحدث قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك خلال مقابلة صحفية مع إحدى القنوات الرياضية، حيث انهالت عليه أسئلة الصحفيين بشأن المواجهة القادمة أمام المغرب. وسأله أحد الصحفيين قائلا: هل أنتم مستعدون فعلا لمواجهة المغرب؟ ابتسم فان دايك للحظات ثم أجاب قائلا: بالطبع نحن مستعدون، لكن يجب أن أكون صريحا، المغرب ليس منتخبا عاديا، نحن نتحدث عن فريق يملك شخصية قوية داخل الملعب ومنظومة تكتيكية منظمة للغاية ولاعبين يمتلكون جودة فنية كبيرة. وأضاف: الجميع شاهد ما فعله المغرب في النسخ الأخيرة من كأس العالم، لقد تصدر مجموعته في مونديال 2026 برصيد 7 نقاط، متقدما على منتخبات قوية، وهذا الأمر لا يحدث بالصدفة، إنه دليل على العمل الكبير الذي يقوم به اللاعبون والجهاز الفني. هنا تدخل صحفي آخر وسأله: هل تعتبر المغرب أخطر من بعض المنتخبات الأوروبية التي واجهتموها؟ فرد فان دايك قائلا: في كرة القدم الحديثة لا توجد أسماء كبيرة وأسماء صغيرة، ما يحدد قوة المنتخب هو ما يقدمه داخل الملعب، والمغرب أثبت للجميع أنه قادر على منافسة أي منتخب في العالم. ثم أضاف: ما زلت أتذكر جيدا ما حدث في كأس العالم في قطر، المغرب تمكن من إقصاء منتخبات عملاقة وفاز على منتخبات تمتلك تاريخا كبيرا في البطولة. ثم تابع قائلا: لقد فاز على بلجيكا في دور المجموعات، ثم أقصى إسبانيا بركلات الترجيح، وبعدها هزم البرتغال في ربع النهائي ووصل إلى نصف النهائي عن جدارة. لم يكن ذلك مجرد حظ، بل كان نتيجة انضباط تكتيكي وروح قتالية استثنائية. وسأله صحفي ثالث: هل تعتقد أن المغرب كان قادرا على الوصول إلى النهائي في مونديال قطر؟ أجاب فان دايك: من وجهة نظري نعم، المغرب قدم بطولة مذهلة وكان قريبا جدا من تحقيق إنجاز أكبر. لقد واجه فرنسا في نصف النهائي وقدم مباراة قوية وصنع فرصا عديدة وأظهر شجاعة كبيرة أمام حامل اللقب. وأضاف: أحيانا تحسم التفاصيل الصغيرة المباريات الكبرى، لكن ما فعله المغرب في تلك النسخة جعل العالم كله يحترمه. ثم وجه أحد الصحفيين سؤالا مباشرا: من اللاعب المغربي الذي يقلقك أكثر؟ ابتسم فان دايك مرة أخرى وقال: لن أتحدث عن لاعب واحد فقط، لأن قوة المغرب تكمن في المجموعة بأكملها، لديهم مدافعون أقوياء ولاعبو وسط يمتلكون قدرة كبيرة على افتكاك الكرة، ومهاجمون سريعون للغاية. وتابع: إذا ركزت على لاعب واحد فقط فقد يفاجئك لاعب آخر، لهذا السبب يجب علينا احترام المنتخب المغربي بأكمله. وسأله صحفي آخر: هل تشعر بوجود ضغط داخل المنتخب الهولندي بسبب هذه المواجهة؟ فأجاب: في كأس العالم كل مباراة